ازاي اتفتحت مكة؟ يلا بينا نحكي الحكاية. كان من شروط صلح الحديبية اللي حكينا عنه قبل كده ان كان في قبيلتين، قبيلة خزاعة وقبيلة بنو بكر. القبيلتين دول دخلوا في حلف. يعني ايه حلف؟ يعني دول في حماية النبي وقريش. قبيلة خزاعة بقى دخلت في حلف مين؟ المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي هو اللي بيحميها، واي تعدي عليها يعتبر تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو بكر بقى دخلت في حلف قريش، يعني اي تعدي على بنو بكر يعتبر تعدي على قريش. خزاعة بقى وبنو بكر دول كان بينهم خلافات كتير جدا، وكان بنو بكر ليهم عند خزاعة طار، وخزاعة كان بقالها سنين ما قدرتش انها تمشي براحتها في مكة او تعتمر وهي معهاش اي اسلحة. وفجأة ابتدى يبقى في بينها وبين بنو بكر صلح، وخلاص هي في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت خزاعة مكة وابتدت تطوف حول البيت وهي آمنة مطمئنة. فبنو بكر بقى قالوا ايه ده؟ هي خزاعة كده خلاص بقت آمنة وبتدخل مكة وتطوف كمان حول البيت وهي معهاش اي سلاح؟ دي افضل فرصة بقى ان احنا نغدر بيها وناخد بطارنا. فراح بقى رئيس بنو بكر لقريش وقال لهم انا عايز اخد طاري من خزاعة. فمعظم سادة قريش رفضوا الا الشباب اللي كان من ضمنهم مين؟ اللي كان من ضمنهم عكرمة وصفوان بن أمية اللي تآمر على قتل النبي قبل كده، وسهيل بن عمرو اللي هو كتب صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سفير قريش. ولقوا بقى بنو بكر وفد من خزاعة بيصلوا فين؟ بيصلوا في الحرم، ووفد تاني واقف على حدود مكة، منهم مسلمين ومنهم غير مسلمين، وكلهم معسكرين بره مكة على الحدود. المسلمين بيصلوا والمش مسلمين منهم نايمين. وفجأة ودول نايمين ودول بيصلوا وبيركعوا وبيسجدوا، وكانوا في منطقة اسمها الوتير على حدود مكة. لقوا بنو بكر هجمت عليهم في الفجر هجوم صعب جدا، لدرجة ان جزء منهم ابتدى ان هو يهرب ناحية الحرم، مع ان الحرم ممنوع فيه القتال. فناس بقى من خزاعة قالوا ايه ده؟ هو انتوا هتقتلوا في الحرم؟ فنوفل بقى رئيس خزاعة قال لهم ايه؟ لا اله لكم اليوم، انتم تسرقون في الحرم، خذوا ثأركم. وفعلا بنو بكر موتوا من خزاعة 23 رجل، خيانة وغدر جدا. وصلح الحديبية كمان كده خلاص اتنقض. فقريش بقى قالت لهم لا خلاص كفاية كده، امشوا عشان لا ينكشف الامر ويعرف محمد، لان هو تعدى كده على خزاعة اللي هي في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبسرعة على طول راحت خزاعة بعت شاعر للنبي صلى الله عليه وسلم، راح المدينة جري على فرسه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وابتدى بقى ان هو يوصف له اللي حصل بالشعر. وكان من ضمن شعره اللي هو اول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي قال له ايه؟ اللهم اني اناشد محمدا حلف ابيه وابيه الاكلدا، فكنت مولد وكنا موالدا، ثم اسلمنا ولم تنزع يدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم بيقولوا له اول حاجة بالنجدة ان احنا بينا نسب وبينا الاسلام وبينا العهد، احنا بنجدد بالثلاث حاجات دول، وان قريش قد اخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. والى اخر الابيات بيوصف للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان هم اتوهم ركعا وسجدا، يعني هم عملوا كده فيهم وهم بيركعوا وبيسجدوا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد جدا، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه بقى يضرب على فخديه. الشاعر بقى ده كان اسمه ايه؟ عمرو بن سالم. فاول ما خلص بقى عمرو بن سالم الاشعار، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخديه ويقول له نصرت يا عمرو بن سالم، من شدة الغيظ. غدر بالحلفاء داخل الحرم، يعني غدروا بالحلفائنا وكمان جوه الحرم. تاني يوم في مكة بقى طبعا قريش ما تعرفش ان خزاعة بعتت بسرعة للنبي، فقريش خايفة جدا مش عارفة تعمل ايه. وابتدى بقى سادات قريش يجتمعوا ويقولوا ايه؟ اما ان احنا ندي لمحمد الدية او نسلم اللي عملوا كده او الحرب. فقالوا الدية ازاي؟ ده خزاعة دي مش هيكفيها اموال قريش وبنو بكر كلها.
فمش هينفع. فقالوا ايه؟ طب نسلمهم. فرد ابو سفيان وقال لو سلمناهم مفيش اي حد من القبائل هيبقى حليف لينا بعد كده، يعني قريش مش قادرة تحمي حلفائها فمش هينفع. فراحوا قالوا ايه؟ طب خلاص نستعد للحرب. فابو سفيان قال انا ليا رأي تاني، اكيد محمد ما يعرفش اللي حصل، فانا هروح له واطلب منه ان احنا نجدد العهد ونزوده فترته. وفعلا ابو سفيان تاني يوم بعدها على طول راح المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما ابو سفيان يدخل على النبي بقى قاعد وسط اصحابه، فبيقول ايه؟ كأن ابو سفيان دخل علي يطلب مني ان يجدد العقد ويزيد مدته. واول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ابو سفيان دخل وقال له يا محمد احنا وجدنا خير في الصلح اللي بيننا وبينك، احنا عايزين نجدد العقد ونزيد المدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له احدثتم حادثة يا ابو سفيان؟ يا ترى انتوا عملتوا حاجة عشان كده خايفين وجايين عشان تجددوا العقد؟ فراح قال له ايه؟ لا احنا ما عملناش حاجة، انا جاي بس حبا في الصلح اللي بيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ نحن على العهد لا نغدر ولا نخون. فشك بقى ابو سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون ايه؟ يكون ان هو عرف. فراح لابو بكر وقال له ايه؟ يا ابا بكر اجر قريش، يعني اجر بين الناس. يعني ايه بقى اجر بين الناس دي؟ حق الجوار ده يعني حق الحماية، يعني يطلع كده المسلمين كده في المسجد ويقول لهم ايه؟ انا اجرت قريش، يعني قريش في حمايتي. فقال سيدنا ابو بكر نحن على الصلح ولا نجير على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا ما نحميش حد فوق النبي صلى الله عليه وسلم. فراح بقى ابو سفيان لعمر بن الخطاب، ولما قال له كده قال له يعني انت عايزني انا اجركم واحميكم؟ ده والله لو انا طلت ان انا اروح مع النمل عشان احاربكم لهعمل كده. وراح رايح برضو لعثمان بن عفان نفس القصة. فراح رايح بقى لاخر واحد اللي هو مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. فقال له يا علي اجر بين الناس. فقال سيدنا علي لو النبي صلى الله عليه وسلم قرر حاجة عمره ما هيرجع فيها، ما ينفعش انا اجير. فراح قايل لبنت النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة انت بنت محمد اجيري بين الناس. فقالت انا امرأة كيف اجير؟ فراح باصص كده لسيدنا الحسن بن السيدة فاطمة وراح قايل طب خلاص خلي ابنك الصغير ده يجير بين الناس. فقالت ده طفل ازاي هيجير بين الناس وازاي هيحمي قريش اصلا؟ فابو سفيان قال لسيدنا علي يعني خلاص يا علي مفيش اي امل، فكري كده في اي حاجة. فراح قال له ايه؟ انت سيد في قومك اطلع واجر انت بين الناس، يعني انا مش مسلم وكافر وهطلع كمان اجير بين المسلمين؟ يعني كأني هقول للمسلمين ويا نبي الله اسمعوا كلام انا، فازاي بقى هيسمعوا؟ مستحيل. فابو سفيان بقى دخل في المسجد النبوي وابتدى يقول بصوت عالي انا ابو سفيان سيد قريش أجرت بين الناس، ويبص للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولا أرى أن أحد يغفر جواري. فالنبي بقى صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له ايه؟ يا أبا سفيان أنت تقول ذلك، يعني الكلام ده ليك ولا كأنك بتكلم حد أصلا. راح أبو سفيان رجع بسرعة لقريش ويقول لها بقى ايه اللي حصل، وعرفت قريش اللي حصل. وأبو سفيان قال خلاص هم هيجوا وهيهجموا على مكة لأن هو ده حقهم وده اللي مكتوب في العهد. وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم في سرية تامة إن هو يأمر الصحابة إن هم يستعدوا للقتال. فسيدنا أبو بكر راح سأل النبي إلى أين يا رسول الله؟ هم بيتجهزوا بس مش عارفين هم رايحين فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إلى قريش. فقال له يا رسول الله بيننا وبينهم صلح وعهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قد نقضوا العهد يا أبا بكر، فلازم ان احنا نحمي حلفائنا وناخد حقهم. فراح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل المسلمة إن هي تيجي وتنضم معاهم. ومش بس كده، ده عمل النبي صلى الله عليه وسلم حراسة شديدة جدا على المدينة بحيث إن الناس ممكن تدخل المدينة بس أي حد دخل المدينة ما يخرجش منها. متخيلين إن أكبر أعداء الإسلام قبيلة بأكملها وأسلمت قبيلة غطفان، وبعد كده جت بعدها قبيلة اسمها تميم، وجت قبيلة اسمها بنو سليم. كل دول اللي كانوا في غزوة الأحزاب وتحالفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ربنا زرع في قلوبهم الإسلام
واصبح عدد المسلمين دلوقتي 10,000، وكان اكبر عدد يوصل له المسلمين من بداية الدعوة جيش عظيم جدا من كل قبائل العرب. وبنو سليم جم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاهم 1000 فارس على الخيول، واتحرك الجيش اتجاه ايه؟ اتجاه مكة. وهم معديين لقوا جاسوس من هوازن وثقيف اللي هم المناطق بتاعة الطائف، وعرفوا من الجاسوس ان هوازن وثقيف بتستعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا المعلومة وكملوا في طريق مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش وجعل الفرسان اللي على الخيول بنو سليم 1000 دول بقيادة مين؟ خالد بن الوليد. وأول ما بقى بين المسلمين وبين مكة 4 كيلو بس، جه واحد مهاجر للمدينة وهو آخر من هاجر، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بيه فرح شديد جدا. هو مين؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. قريش بقى دلوقتي هتتجنن خلاص، مش عارفة اي حاجة، فقالوا نبعت ابو سفيان يعرف لنا الاخبار. وفعلا ابو سفيان بقى اول ما خرج كده قال انا مش عايزه اروح المدينه، انا هقف كده على الطرق، هقف قريب اشوف اي حد رايح او جاي واساله يا ترى محمد واصحابه قرروا ايه، يعني يستكشفون الاخبار. فبدا ابو سفيان يشوف حاجه كده فيها نار جايه. النبي صلى الله عليه وسلم امر كل واحد من 10,000 دول يمسك حاجه كده سيفها شعله مضيئه كعلامه للجيش. فشاف نار مشتعله وعدد ضخم جدا 10,000 واحد. فابو سفيان قال من هؤلاء؟ فسمع صوت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يا ابا سفيان انا العباس. فعرف ان هو العباس. قال ابا الفضل؟ كان بيقولوا له يا ابا الفضل. قال نعم وقد جئتك وورائي العرب، يعني مش بس محمد، ده العرب كمان مع محمد. استسلم يا ابا سفيان وسلم مكة بدون قتال. وهنقف لحد كده في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم، وهنكمل باذن الله في الفيديو اللي بعده على طول. وبس كده، هي دي كانت حكايه النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم باذن الله في فيديوهات تانية وقصص تانية، والسلام عليكم.